اوكي، مرحبا. شو الاخبار؟ معاكم علي. واخيرا فيديو جديد بعد غياب اسبوعين يا ثلاثة. بالبداية بقولكم كل عام وانتم بألف خير يا رب. هو ما في عيد، لانه الصراحة ابنا تاني يوم شفنا الخبر السيء اللي عم بصير في لبنان مشان اهلنا السوريين. طبعا يعني سبحان الله، السوري وين ما راح ما بيرتاح. وما بعرف شو المشاكل اللي عم بتصير في لبنان مشان اهلنا السوريين. بتعرفوا اني في مشاكل ومن هاي الامور، يعني ما في داعي اني ادخل في الموضوع. و... وما بعرف، اسم الله ونعم الوكيل. بس المهم يا جماعة الخير، انا خلينا افوت هيك يعني اعطيكم يا باختصار، يعني اعطيكم السبتة من اخير. هلا انا بشهر رمضان اني على اساس اني انزل فيديوهات واني كل اسبوع فيديو يا كل يومين ثلاثة فيديو. مع الاسف انا شخص اول يوم رمضان يا تاني يوم رمضان اخذت قرار خلص اني راح اشتغل مسائي واشتغل سبت واحد وعشان اجمع مصاري. والحمد لله رب العالمين اني لقيت هذا الشيء واشتغلت مسائي واشتغلت سبت واحد وبس مشان اجمع مصاري، بس مشان اني اطلع من تركيا. اخذت قرار اني اطلع من تركيا مرة تانية. هو الصراحة هو بشهر رمضان واحد بفوت يعني بشهر رمضان يعني الشهر الفضيل، وواحد يعني بيشتغل 7 ساعات 8 ساعات. مع الأسف أنا صرت أشتغل باليوم 14 ساعة، 14 ساعة باليوم برمضان. بلشت ثالث يوم رمضان لآخر رمضان وصرت أشتغل والحمد لله. كمان بتعرفوا فتنا بالعيد ويعني هيك عطلت شي تقريبا 9 أيام، اجتني 9 أيام عطلة. وأنا هاي 9 أيام عطلة الصراحة عم بفكر، يعني عم بفكر وشوي بتقولوا شوي مكتئب. ويعني بتعرف يعني واحد راح يطلع على أوروبا مرة تانية ومن هاي الأمور. هلا أنا بشهر التاسع ب 2023 حاولت على أوروبا 3 مرات. أول مرة سبحان الله وصلت نص الطريق وانكمشت ورجعت على تركيا. تاني مرة ما صدت. ثالث مرة انسجنت 3 أيام يا 4 أيام ماني متذكر. والحمد لله إني رجعت على البيت وعلى أساس إني أكمل طريقي. ومع الأسف يعني مصاري ما في. هلا أنا كنت مدين تقريبا شي 2500 يورو بس مشان إني يوصلوني ألمانيا. ومع الأسف هدول الأشخاص اللي أنا كنت متدين منهم على أساس يعني أعمل معهم اتفاق 4 5 أشهر برجع المصاري. بس مع الأسف بعد ما رجعت وشفت إني سجنت ومن هاي الأمور طلبوا المصاري حالا. المهم أنا راح أعطيكم إياه باختصار. هذا الفيديو إمتى راح ينزل ما بعرف والله. هل راح ينزل بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 6 أشهر؟ هذا الفيديو ما راح ينزل إلا لبين ما أنا أوصل على أوروبا إن شاء الله. انا حاليا مجمع المبلغ بس باقي لي شي 3000 يورو اني المهم انا راح ابيع موبايلي. وراح ابيع موبايلي مع الاسف واني اشتغل اسبوع اسبوعين اني اطلع على اوروبا. ويعني الصراحة بدي تقريبا شي 3000 يورو لما يكتمل المبلغ واني اطلع. وهذا الصراحة يعني الصراحة قرار مسيري. عندي 3 خيارات مع الاسف. يا بوصل اوروبا، يا بموت على الطريق، يا بترحل على سوريا. حاطط هاي 3 خيارات وبقول إن شاء الله خير. يا بوصل أوروبا، ويا بموت على الطريق، يا بترحل على سوريا. صراحة قرار مسيري بالنسبة لإلي. ومشان هيك يعني أنا موبايلي بعد يومين إني راح أبيعه. ومشان هيك إني ما عم بحس إني أنزل فيديوهات. وأنا الصراحة حلمي إني أكون يوتيوبر وإني يكون عندي 100 ألف مشترك هاي السنة في 2024. بس مع الأسف أخذت قرار إني أطلع مرة تانية. المهم كان معاكم علي وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ما بعرف ايمت. وحابب اني اقول انك تكون سوري صعب. اي والله، انك تكون سوري صعب. لانه سبحان الله الارض رفضتني يما. يعني في واحد فنان مشهور اسمه الشامي وغنى يعني ماني ارض يما والسما اني رفضتني. وفعلا نحن السوريين هذا اللي عم يصير فينا. كل ما نروح الدولة تانية يا عم بصير مشاكل وقوانين صعبة. مشان هيك يعني عم ناخد قرار ان نهاجر غصبا عنا.
وما بعرف. كان معاكم علي، وإن شاء الله إنه بشوفكم فيديو جديد إن شاء الله في أوروبا. تشاو. اوكي، مرحبا، شو الاخبار؟ معكم علي. نعم، مثل ما شفتوا انا هذا الفيديو مصوره صار لي 3 اشهر يا 4 اشهر، وحكيت بالفيديو بالنسبة لي قرار مسيري. هل راح اوصل اوروبا؟ هل راح اترحل على سوريا؟ هل راح انسجن؟ طبعا يا جماعة الخير، مثل ما شفتوا انا مصور الفيديو قبل 3 اشهر 4 اشهر، واليوم راح انزل الفيديو ان شاء الله. انا طلعت على اوروبا. حاولت كذا محاولات، حاولت 3 محاولات، بس مع الاسف انكمشت عند الاتراك وانسجنت 3 ايام، وبعدين ترحلت على سوريا. باب السلام ترحب بنا. نعم، انا حاليا صرت في شمال السوري، وان شاء الله راح اشرح من اول للاخير كيف طلعت وكيف ترحلت على سوريا وشو صار معي بالطريق. ان شاء الله بنشوفكم في فيديو تاني وبنشرح كيف طلعت وكيف ترحلت على سوريا. كان معكم علي، بنشوفكم في فيديو جديد. الو يا جماعة الخير، سوريا ترحب بنا.